البنات كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ المهمات ان شاء الله ايامكم كلها تكون بخير وعلى خير. صراحه توحشتكم وبزاف. شحال هذا ما رحتش شي فيديو في القناه، واليوم قلت غنوجد هذا المسمن اللي مخمر كيجي غزال بزاف، وقلت علاش لنا ما نشاركوش مع البنات حتى هما. وغنبداو ان شاء الله بالمقادير. هما الاولين بقاو معايا. هنا درت واحد المعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، ودرت معلقه كبيره ديال العسل. يمكن لكم تضيفوا السكر، ديروا معلقه كبيره. غادي ندير كاس ديال العنبه ديال الماء اللي من الروبيني، وغندير واحد الزلافه كبيره ديال الفينو. غادي نخلط واحد شويه صافي، وغادي نزيد كاس البنات، يعني ندير 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه اللي عادي من الروبيني، ودرت زلافه ديال الفينو كبيره. صافي نخلط هاد العناصر واحد شويه. هانتوما انا كنعبر غير بهاد الزلافه الصغيره، ولكن عندي القياس، راني عارفه عيني ميزاني كندير زلافه كبيره، غندير 2 صغارات هي كواحده كبيره. هانتوما صافي غادي نخلط، وغنزيد كاس اخر، وغنخلط هاد الخليط مزيان. هذا كيسهل عليا العمليه ديال الدلك والتعب اللي كنبقى بزاف دلكي واحد المجهود الكبير. هذه ساهله. غنزيد واحد شويه. صافي غادي نخلطها وغنغطيها واحد 5 ديال الدقائق اللي غادي نغطيها. غنخليها ترتاح على راحتها صافي، وغادي نرجع نكمل المقادير اللي باقي ليا. البنات شوفوا 5 ديال الدقائق بالحساب. شوفوا كيفاش كتفاعل ليا الخميره مع هاد الدقيق. صافي وغادي دابا نزيد 2 زليف كبار ديال الفورس غربلتهم، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الماء، وغادي نخلط صافي. غنخلطها غير نجمعها بيدي وغنحطها فوق البوطاجي. غادي غير نجمعها، وغنزيد شويه ديال الملحه اللي ما ضفتهاش. زدت 2 معالق صغار ديال الملحه، نتوما عينكم ميزانكم على حسب الذوق. غادي غير نخلطها كما قلت لكم وندمج ليا شويه صافي، وغنديرها في واحد البلاستيكه. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغنخليها بالحساب البنات 10 ديال الدقائق، ما غاديش نفوتها. صافي هانتوما راه غير كنجمع فوق بحال فوق السطح العامل بحال فوق البوطاجي، ما غندلكها ما حتى شي حاجه. ودغيا كيوجد البنات هاد المخمير الصراحه دغيا ساهل وكيجي زوين. انا ما طيبتوش كامل، طيبت غير نص طيبه. غنديرو في الكونجيلاتور، وفين ما كنبغي كنخرجو وكنطيبو. ملي كنجبدو كنطيبو البنات بحال يلاه خبزتو، كيجي غزال بزاف. من الافضل ما عمركم ما طيبوه اي مسمن او مخمر وديروه في الكونجيلاتور. ديري غير نص طيبه ملي تبغيو غادي تحتاجوه. صافي هنايا درت ها هو ارتاح ليا. شوفوا كيفاش وريت لكم العجينه زوينه ومدلوكه. غير 10 ديال الدقائق كما قلت لكم كتخليوها في البلاستيكه. درت بحال هكا على الشكل ديال بول. درته في واحد البلاطو، وهنايا جبت باش غادي نكرس شويه ديال الفينو، ودرت واحد 2 معالق كبار ديال المايزينا خلطتهم معاه. عندي الزبده نوعيه جيده والزيت صافي. وغادي دابا نبدا نشكل هاد المخيمرات ديالي. كنورقهم بحال هكا مزيان. هانتوما شوفوا ما كتقطع ليا العجينه ما حتى شي حاجه، ومدلوكه مزيان راسها براسها وما كتعبش. كندير الزبده وكندير داك الخليط اللي ما بين الفينو والنشا صافي، وكنشكل المليويات ديالي. وهانتوما معايا. هنا بعد ما شكلت هاد المليويات ديالي غادي نغطيهم، نخليهم غير يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق باش يسهلوا عليا دغيا نوجدهم. صافي غادي نجيب البلاك اللي كنخبز فيها الصراحه وكتجيني ساهله.
هذه كنت خايداها البنات دابا شي نقولك شي 3 سنين او 4 سنين، والله الا باقا عندي زوينه. واخا كان طيحتها لي واحد السيده تتعاوني وطيحتها ليا وهرستها ليا، ولكن ماشي مشكل، طيحتها ليا من شفتو داك القنيات اللي ملي هرساتو ليا، ولكن باقا محافظه عليها. صافي غير كنرش بشويه ديال الزيت وكنطيب المليويات او المسمنات اللي عندي، كندير لهم غير نص ديال الطيبه كما قلت لكم، ما كنطيبهمش كاملين حيت ما انا ما غنستخدمهمش اليوم، انا درتهم على حساب غدا ان شاء الله كما قلت لكم. بالمناسبه ديال ذكرى مولد النبوي هادشي علاش درتهم، قلت نحيدهم عليا بكري وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم حتى نتوما تستافدوا او ديروهم. زوينين البنات والله العظيم، غير جربوا هاد الطريقه راه كتجي سهله وما كتعيي ما حتى شي حاجه. واخا انا مريضه شويه عيانه شاد فيها الروح، ولكن دغيا الصراحه درتهم يعني ما حسيتش بالتعب نهائيا. صافي هنا كنبقى نرش غير شويه ديال الزيت صافي وكنقلب دغيا. انا غنكملها نتوما شوفوا كيفاش كيجيو وكيجي هشيش وكيجي بنين بزاف. هاد المخيمرات هادو ما تشبعوش منهم. انا صافي غنكمل الكميه كامله اللي عندي ونتلاقى معكم ان شاء الله الاخر ديال الفيديو باش نوري لكم الشكل النهائي ديال هاد المخيمرات. بقاو معايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي غزال. غنديرهم في واحد الاكياس ديال البلاستيك وغنديرهم في الكونجيلاتور، فيما بغيتهم راني غادي نجبدهم. وبسلامه عليكم البنات، الى فيديو قادم ان شاء الله.